هل أمريكا فعلا في طريقها للانهيار زي الإمبراطوريات اللي سبقتها؟ ليه ديونها وصلت أرقام تاريخية؟ ليه الدولار بيتهاجم لأول مرة بالشكل ده؟ وليه في دول بتستعد العالم بدون قيادة أمريكية؟ الإمبراطورية الرومانية انهارت بعد تضخم مفرط وصراعات داخلية. الإمبراطورية البريطانية انهارت بعد انهاك اقتصادي وحروب طويلة. دلوقتي أمريكا عندها ديون بتتخطى 34 تريليون دولار، انقسام سياسي غير مسبوق، وتحدي مباشر من قوى زي الصين وروسيا. التاريخ بيقول إن أي قوة عظمى بتوصل للقمة بعدها يبدأ العد التنازلي. طيب هل احنا في بداية نفس السيناريو؟ قبل ما أجاوبك اضغط لايك واشترك في القناة عشان تستمتع بقصصنا في نص الليل. الحقيقة إن أمريكا مش بتنهار فجأة، لكن بتتغير. لسه أقوى اقتصاد ولسه عندها أكبر نفوذ عسكري وتكنولوجي في العالم، لكن النظام العالمي بيتحول من قطب واحد لعدة أقطاب. يعني مش نهاية مفاجأة، لكن إعادة تشكيل للنفوذ. اللي بيحصل مش سقوط، بل صراع على من يقود المرحلة الجاية. اكتبوا في التعليقات عايزين الفيديو الجاي يكون عن إيه؟